والله يتعجب الإنسان أن ترقص كريمة وينزف الدم في سنار وفي سنجة. في كريمة الحفلات إلى الصباح، كريمة ترقص وسنار تنزف، مروي ترقص وسنجة تنزف، كريمة ترقص والخرطوم تنزف. أي دين هذا؟ أي شعور هذا؟ أين المسؤولون؟ والله حفلات قبل يومين، حفلة إلى الصباح إلى ما يقارب طلوع الشمس، رقص وإزعاج بغض النظر عن حرمة الغناء أم حله وإن كان هو حرام. هل يطيب لنفس إنسانية أن تتراقص وهناك الأطفال يقتلون والنساء يغتصبن والدماء تسفك والديار تدمر؟ لست أنت بإنسان؟ دعك من الحلال والحرام. أنت كإنسان دم ينزف في فلسطين وفي عواصم السودان وفي مدن السودان وفي قرى السودان ونساء يغتصبن وأنت تتراقص؟ أين دينك؟ أين إنسانيتك؟ أين أخلاقك؟ أين شعورك؟ ألست أنت بإنسان؟ ألست أنت ذا شعور؟ أين أنت؟ أن يكون الإنسان إلى هذه الدرجة من الهوان وموت القلب. شباب يتسكعون على مستوى السودان، زرنا كسلة ووجدنا الفتيات والفتيان بالمئات على ضفاف نهر القاش. ماذا يصنعون؟ يتسكعون، يعصون الله بالغناء والمدن والمخدرات. أين المسؤولون؟ على ضفاف البحر الأحمر ينتشر الفساد، ومع ذلك يريد الناس نصرا ويريد الناس غلبة على العدو. لا يكون هذا. الفساد موجود، لا ينزل الله نصره. الله جل وعلا يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فثبات الأقدام يحتاج إلى الطاعة، ثبات الأقدام في الجهاد يحتاج إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي